segundo lugar, definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. في العالم السياسة ما كايناش صدفة وما كايناش عواطف وردية، كاينه حاجة وحدة: المصالح وشكون اللي عنده الثروات. بزاف منا كيشوفوا الأحداث كتوقع في الأخبار، توتر في البحر، إغلاق معابر، زيارات سياسية، ولكن الأغلبية ما كيعرفوش بلي خويط هاد اللعبة كاملة بدات من قاع المحيط الأطلسي. في هذا الفيديو غنرجعوا 9 سنين للور، غنفكوا الكواليس من اكتشاف جبل تروبيك في 2017 مرورا بحرب المعابر وصولا لصفقات الغاز والمضايق. بقى معايا باش تفهم القصة كاملة بأسلوب بسيط بلا تعقيد. في سنة 2017 بعثة علمية بريطانية إسبانية اكتشفت جبل بركاني في أعماق المحيط الأطلسي قبالة الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذا الجبل سموه جبل تروبيك. علاش هذا الجبل نوض الصداع؟ ماشي حيت فيه الحوت ولا فيه البترول، بل فيه كنز خيالي د المعادن النادرة. فيه التيلوريوم، الكوبالت، النيكل. هاد المعادن هي العصب د المستقبل، هي باش كيصنعوا البطاريات، الطوموبيلات ديال الضوء، الألواح الشمسية والتكنولوجيا الذكية. هنا المغرب فهم اللعبة وتحرك فورا في خطوة سيادية حاسمة، قام بترسيم الحدود البحرية وتثبيت المنطقة الاقتصادية الخالصة. الرسالة د الرباط كانت واضحة: هاد المياه وهاد الثروات في نطاق السيادة الوطنية. في المقابل مدريد طلع ليها الدم ورفضت هاد التوسع حيث قريب للجزر الكناري، وتطرح السؤال: كيفاش نعطلوا المغرب باش ما يفرضش الأمر الواقع؟ باش تعطل غارمك في الاقتصاد خاصك تشغلو في الأمن ديالو وتخليه ديما واقف على الدفاع. في هذه الظرفية تلاقت مصالح إسبانيا مع الجزائر. مدريد باغا المغرب يبقى مجرور في نزاع الصحراء باش ما يركزش في الأطلسي، والجزائر باغا الضغط على الرباط إقليميا. ومن هنا بدات سلسلة الأحداث المتسارعة: استفزازات وإغلاق معبر القرقرات في 2017 و2020، إعلان البوليساريو خارق وقف إطلاق النار، تعديل الدستور في الجزائر باش يسمح للجيش يتدخل خارج الحدود. هذه ما كانتش صدف عابرة في التاريخ، بل كانت محاولة يفرانيو المغرب ويبقى ديما في حالة نزاع دائم. ولكن الرد المغربي ما كانش فقط عسكري في القرقرات باش يأمن الحركة التجارية، بل كان زلزال دبلوماسي قلب الطاولة على الجميع. في نهاية 2020 كيتعلن على الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل. The Kingdom of Morocco, the agreement will be signed by Mr. Salah ad-Din al-Othmani, Chief of the Government, and for the United States of America by Mr. Jared Kushner, Senior Advisor to the President. And on behalf of the Israeli state, it will be signed by Mr. Meir bin Shabbat, National Security Advisor and Head of the National Security Council. Allah يبارك في عمر سيدي. ومعاه الاعتراف الأمريكي الصريح بمغربية الصحراء. وقام السفير الأمريكي أمام عدسات الكاميرا بالتوقيع بإمضائه الشخصي على خريطة المغرب التي تظهر الصحراء جزءا من المملكة المغربية. هذا التحول خلى اسبانيا تمشي جنب الحيط كي كنقولوا. حسات بلي موازين القوى في غرب المتوسط والأطلسي تغيرت، وأن المغرب أصبح مدعوم بشراكات أمنية وتقنية وازنة. النتيجة: حكومة سانشيز في اسبانيا اضطرت تعيد الحسابات ديالها كاملة وتخرج في 2022 بأهم موقف تاريخي لها: دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء كحل أساسي وواقعي. اليوم ندخل مرحلة جديدة في علاقاتنا مع المغرب وننهي نهائيا أزمة مع شريك استراتيجي. إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي للإقليم المتنازع عليه التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف. نوصلوا دابا لهذا الشيء اللي وقع دابا. العلاقات والتحركات في المنطقة كتحرك في إطار ما يسمى بحرب المضايق. التقربات الإسبانية الأخيرة في ملفات الطاقة والغاز مع الجزائر والحديث عن فتح الحدود مع جبل طارق كيشوفوه المحللين كمحاولة إسبانية لضمان التحكم في الممر الاستراتيجي لمضيق جبل طارق اللي حداه سبتة في الجنوب وجبل طارق في الشمال.
ولكن في المقابل واشنطن والرباط كيراقبوا هذه التحركات بدقة، حيث أمن المضايق والتوازنات البحرية في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط خط أحمر في السياسة الدولية. في النهاية السياسة هي فن تدبير الممكن، السياسة هي صراع المصالح الصلبة، ما فيهاش بلاصة للشعارات الفارغة أو العواطف الوردية. في أوقات الصراعات الجيوسياسية وحرب البوارد، الأمم والبلدان كتحتاج لحاجة وحدة الصف والالتفاف حول أهل الحل والعقد. القضية ماشي مجرد كلام فارغ أو شائعة في التيك توك، القضية هي معركة وجود وتثبيت نفوذ في خريطة العالم الجديدة. شاركونا آراءكم في التعليقات، كيفاش كتشوفوا مستقبل التوازنات في الأطلسي، وما تنساش تبارطاجي الفيديو باش توصل الفكرة للجميع. تبارك الله عليكم.